السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. طبعا الفول مش مقتصر على رمضان وبس، لا احنا بناكله في كل وقت. هنشوف دلوقتي مع بعض طريقة تانية لتدميسه. احنا كنا قدمنا على القناة طريقة لتدميس الفول، هنعمل النهاردة طريقة تانية للتدميس بتاعته، وهنحضر كمان طبق مختلف هتنفع غدا وهتنفع عشاء في نفس الوقت. هنشوف دلوقتي الأول تدميس الفول بقى بالطريقة التانية. هنجيب نص كيلو فول، هنحاول ننقعه 4 ساعات. بعد كده هبتدي اصفيه واحط عليه كوبايه عدس اصفر مع طماطمايه وفص ثوم واحد، واسيبهم يغلوا على النار. الطريقه دي مختلفه، الطريقه دي مش حاطين فيها فول مدشوش، بس هتطلع طعمها جميل جدا لان احنا مكثفين فيها قوي الفول. هيبقى طعمه احلى واجمل، وهيعتمد ده بقى على التسويه. هتاخد قد ايه؟ هتاخد من ساعه ونص لساعتين، لان احنا ناقعين الفوله فهتطلع حلوه قوي قوي، وهيطلع زي ما بيقولوا كده زبدة في الآخر زي ما احنا شايفين كده. وفعلا بألف هنا وشفا على قلوبكم، هتعملوا بيه كذا طريقة. منهم هنعمل بقى طريقة دلوقتي، هنعمل فول بالسجق بس حاجة حلوة قوي. هبتدي أول حاجة أجيب شرايح بصل مع شرايح توم مع السجق بتاعي. هجيب ربع كيلو، وطماطميتين وفلفل ألوان وفلفل رومي وفلفل حراق. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ الفول بتاعي خلاص جاهز، ده سبته على جنب. هجيب طاسة هحط فيها 4 معالق زيت، وابتدي بقى ان انا اشوح الخضار اللي عندي حاجة في حاجة. نزلت الاول التومة مع البصل، خدوا يعني تشويحة، مش بقول اسوي ولا بقول ادبلهم ولا اي حاجة من الكلام ده. انا بحب دايما الخضار بتاعي يبقى كده يعني محتفظ لسه بكل الفيتامينات بتاعته. وعلى طول معاه قرن الفلفل الحراق زي ما قلنا، مع السجق اللي محطوط في الصينيه ده. لا يعني هم 3-4 وحدات، يعني ما يعملش ربع كيلو. بس طبعا لو انت عدد الناس اللي هتاكل لعيلتك مثلا حطي نص كيلو، عشان يبقى برضو مش الفول هو اللي مدي الطعم النهائي. وقلبي بقى كويس جدا، وزودي بقى فلفل اسود مع طبعا بهارات اللحمه، حطي برضو هتدي طعم حلو قوي. مع طبعا نزلنا بقى كده بعد ما شوحنا كل الحاجات بتاعتنا، نزلنا بقى بعد كده بالطماطمايه. ممكن يبقى طماطميتين لو الفول زياده شويه برضو. بصي انتي وانتي بتشتغلي بتبقي ميزان، ايديكي هي الميزان، عارفه انتي بتقلبي ازاي وبتعملي ايه. انا بس بديكي يعني خطوط عريضه. بتقفلي بقى بعد كده على الصينيه بتاعتك او الطاسه، تسيبيها تاخد لها غلوه عشان تطمني ان السجقايه مستويه من جوه ومن بره وزي الفل. ضيفي بقى فلفل الوان، ضيفي فلفل اخضر زي ما انت عايزه، بيدي كل الحاجات دي بتعلي الطعم مع الملح الابيض. خلاص ظبطنا كده التست بتاع كل حاجه. انزل بقى بعد كده بكبشتين الفول، او زي ما انت عايزه تزودي طبعا زودي، لان انت لو مزوده السجق زودي اكتر من كبشتين فول. ياخد غلوتين وبألف هنا وشفا كده بقى بقى طعمه جاهز ان انت تغرفيه. يا ريت لو الفيديو عجبكم نعمل سبسكرايب للقناة، وما تنسوش اللايك للفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني قريب، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ويلا شوفوا بقى هنغرف السجق ازاي.